لا تشكو للناس جرح أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم، فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم، وإن شكوت لمن شكواك تسعده أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. ازيك يا صديقي، عامل ايه؟ انا جايب لك النهارده فيديو جامد. تخيل انك بتتولد كشخص عادي، لكن بعد كده بتتربى على ايد اقوى ساحر في العالم، وبتكتسب منه قوة الشياطين الأسطورية، وبتتحول لشيطان وبتخدم في جيش ملك الشياطين. تخيلت معايا؟ طب يلا بينا نبدأ الحكاية، بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا نخش في الموضوع على طول. بيبدأ الانمي بتاعنا بحرب كبيرة جدا، وبتكون الشياطين ماسكين البشر بيكسروا عظمهم، واللي بيكون قائدهم الشخص اللي واقف هناك ده، وده بقى اسمه ايك يا صديقي. بتبقى الشياطين في الوقت ده مش راحمين البشر، وبيبقى قائدهم واقف ومش عارف يعمل ايه، بس فجأة بيظهر ايك وراه وبيقول له معاك قائد الكتيبة السبعة من جيش ملك الشياطين، ايك افضل المبارزين. قدامك دلوقتي 3 اختيارات. الاول انك تستسلم وتسلم لنا الاراضي بتاعتك، وفي الحالة دي هفكر ما اقتلكش. والاختيار التاني انك تهرب من الشباك اللي وراك ده، وانا هستمتع بمنظر موتك من هنا. والاختيار التالت انك تقتل نفسك بنفسك وتموت كراجل شريف. لكنه بيقول له مفيش ولا اختيار من ال3 يناسبني، وبيروح على طول عشان يهجم عليه. لكن ايك بيكون قوي جدا وبيقدر يصد الهجمه، وبيخلص عليه بالعصايه السحريه اللي معاه، وبيأمر الخنزير اللي معاه انه يعالجه، وكمان يعالج كل الجنود اللي اتصابت. وبتكون المعركه خلاص خلصت يا صديقي، وبيستخدم بعد كده سحر الاخفاء وبيخلع القناع بتاعه، وبنعرف انه بشري مش شيطان ولا حاجه، لكنه اتربى على ايد الساحر رومبر، وده بعد ما لقاه في كهف في الغابه وعلمه كل اللي يعرفه عن السحر، وطلب منه ما يخلعش القناع اللي هو لابسه ده ابدا، عشان لو ملك الشياطين اكتشف هويته هيخلص عليه على طول. وبيبقى عامل حاجز على الاوضه وما بيقدرش اي حد يخترقه. بس فجاه بيلاقي بنت تحت المكتب، واللي بتكون اكتشفت هويته بتطلب منه يسامحها، وبعد كده بيغمى عليها على طول. بيجيله الخنزير ده واللي بيبقى اسمه جيرو، وبيطلب منه انه يخلص على كل البشر اللي موجودين ويحرق المدينه كلها عشان بس ملك الشياطين يبقى راضي عليه. لكنه بيقول له ان الملك الحالي ما بيهتمش غير بالنتائج، وبعدين لو قتلنا الناس دي مش هنقدر نجمع الضرايب. ولكن فجاه هو بيتكلم بيتم استدعائه المكان غريب، وبيلاقي وحش بيهجم عليه، بيستخدم قوته وبيخلص عليه في لمح البصر. وبتكون البنت دي هي اللي استدعته، ودي بقى القائده بتاعته يا صديقي سيفيرو، وبتكون هي الوحيده اللي عارفه انه بشري، وبتقول له ان ملك الشياطين طالب يقابلك شخصيا عشان معجب باللي انت عملته، وانك قدرت تستولي على المدينه كلها في اسبوع واحد. بيوصلوا بالفعل للقلعه، وبيبقى خايف ان الحرس دول يفتشوه يجبروه انه يخلع القناع ويعرفوا انه بشري، لكن سيفيرو بتقول له ما تقلقش انا اعرف اتصرف، وبتستعمل سحرها وبتعمل هاله غريبه حوالين جسمه، واللي اول ما الحراس بيشوفوها بيتفاجئوا من قوته، وبيعرفوا على طول ان حفيد الساحر رومبرج. بيدخل لجوه وبتطلب منه يستناها على ما تدخل هي، وبنعرف ان الشائعات منتشره حوالين ملك الشياطين الحالي، وانه بيقتل اي حد بيكتشف خيانته او يشك في امره من غير اي رحمه، وقدر انه يخلص على ملك الشياطين السابق في لمح البصر ويقلب الموازين كلها. وبيبقى خايف انه يتكشف في المقابله دي، وبتديله سيفيرو امره انه بيدخل بالفعل، وبيتفاجئ لما بيلاقيها بنت، وبتشكره على اللي هو عمله، لكنها بتبقى متضايقه عشان ما قتلش عدد كبير من البشر او اعدم القائد بتاعهم حتى. بيطلب منها انه يتكلم، وبيقول لها ان البشر بالفعل بيخافوا من الشخص القوي، لكنهم مش هيتبعوا اوامره، وده كله اثبته لنا الماضي. بتقول له زي ما توقعت بالظبط، انا كده اتاكدت انك حفيد رومبرج، بس في المره الجايه انا لازم اشوف وشك الحقيقي اللي ورا القناع ده. وبتسيبه بعد كده وبتمشي، وبيبقى الواد يا عيني خلاص قرب يموت من الخوف. بيرجع للقصر بتاعه وبيلاقي البنت دي لسه نايمه، بيقومها وبتبقى مرعوبه منه جدا، وبتطلب منه انه يسيبها عايشه، فبيعرفها انه مش هيموتها ولا حاجه، وبيسالها عن اسمها، فبتقول له 13. بيقول لها يعني ايه ده، اسم ولا رقم؟ بتعرفه ان العبيد اللي زيها ما لهمش اسماء، لكن امها كانت بتناديها بساتو. فبيقول لها تمام، بس انا مش هقدر اسيبك عشان انت الوحيده اللي عرفت حقيقتي، ومن النهارده انت هتبقى الخادمه بتاعتي. بيعدي الوقت وبتكون ملكه الشياطين عينته قائد لمدينه ايفالياس، ودي بتكون مدينه في اقصى الجنوب، وتعتبر في الصفوف الاماميه لجيش ملك الشياطين. وبيطلب من جيرو انهم يرمموا المدينه كلها، وبيسال عن المده اللي هيقعدوها، فبيعرفوا انها مش هتاخد اقل من 6 شهور. بيقول له مفيش الكلام ده، هو شهر واحد، ومش هنستخدم البشر بس، لا كمان هنخلي الشياطين تساعدهم. وبالفعل بيبداوا الشغل على طول، وبيساعدهم ايه كمان، وبيقدروا انهم يرجعوا المدينه احسن من الاول. وبتبدا الشياطين في غزو المدن كلها، والبشر بيحاولوا يتعاونوا عشان يصدوا هجومهم. بتعرف ملكه الشياطين اللي بيحصل، فبتقرر انها تدي المهمه دي لايك، واللي بيبقى في الوقت ده قاعد في المكتب بتاعه، وبيكون بيحط خطه، وفي نفس الوقت بيكلف رئيس الوزراء قائده الفرسان في الجيش بتاعه انها تخلص على الشياطين في مدينه ايفالياس وتستردها مره تانية، وبتوافق على طول. ودي بقى اسمها اليستا. بتطلع بعد كده ساتو تتمشى في المدينه، وبتقعد تلعب مع شويه اشخاص، وبيكون الشخص ده عمال يخدعهم، وبيكتشف ايك مؤامرته على طول، وبتمسكه الاشخاص دي بتكسر عظمه، وبيكون خارج عشان يعرف العدو ده بيفكر ازاي، وبيبقى مغير لبسه، وبيعرف ان الملوك بدأوا في التحالف، فبيعرفها ان ده تحالف قديم وكل المدن بتتحد فيه بغض النظر عن مصالحها الشخصيه. والتحالف ده اتشكل
3 مرات، وفي كل مره كانوا بيقدروا يهزموا جيش ملك الشياطين. فبتساله اذا كان ده ممكن يحصل واذا كان البشر هيقدروا يهزموا الشياطين. فبيقول لها انت المفروض تفرحي بحاجه زي دي لانك بشريه زيهم وهترجعي حره مره تانية. بتقول له بالعكس، ابن العبد بيفضل عبد طول عمره، ولو انت سبتني هبقى زي الاطفال اللي هناك دي. فبيطمنها ايك وبيعرفها ان ملكه الشياطين الحقيقيه اقوى واحده في اللي جم قبلها واكيد مش هيحصل حاجه يعني. وبيكونوا ماشيين بس بيوقفوا الشخص اللي اكتشف خدعته وبيقول له انا هخليك تندم على اللي انت عملته وهاخد الحلوه دي كمان منك. بيبص ايك حواليه وما بيلاقيش حد، فبيقرر على طول انه هيستخدم سحره، وبالفعل بيجمد رجل الشخص اللي جاي معاه وبيطلع بعد كده رماح جليديه وبيصوبها ناحيته. بيقول له انا محدش عامل معايا كده قبل كده، انا هخليك تدفع الثمن. وقبل ما يكمل كلامه بيلاقي واحد من الرماح دي راشق في كتفه، فبيقول له خلصانه هعمل لك كل اللي انت عايزه. بيساله ايك الجيش بيعمل ايه في المدينه دي، فبيعرفوا ان الملوك بداوا بالفعل في التحالف وان رئيس المدينه اللي هم فيها قرر يبدا الهجوم قبل ما يكملوا التحالف ده عشان ينال شرف النصر يعني. فبيسالوا عن المدينه اللي هم ناويين يهاجموها، فبيعرفوا انها مدينه ايفالياس عشان ابوابها متدمره ومفيش عليها اي حمايه. فبيقول له ايك خلصانه وبيسيبه بعد كده وبيمشي. بيرجع المكتب بتاعه وبتدخل البنت دي وبتكون متعصبه عشان ما كانتش لاقياه في اي حته، ودي بقى اسمها ليلى، وبتتعصب اكتر لما بتلاقي ساتو جنبه. وهنا بتبان غيره الحريم يا صديقي. بيبقى الجيش بالفعل واقف على ابواب المدينه وبيجهزوا نفسهم عشان يبداوا الهجوم، لكن فجاه بيلاقوا الهياكل العظميه خارجه من تحت الارض والشياطين عماله تضرب فيهم من كل ناحيه. فبيقرروا انهم ينسحبوا على طول، بس فجاه وايك واقف فوق بيهجم عليه شخص من ورا وبيصيبه بالسهم في ظهره. في الناحيه الثانيه بيوصل خبر هزيمه الجيش لرئيس الوزراء وبيؤمر بسجن اليستر على طول عشان هي سبب في هزيمتهم. بيعدي الوقت وبيفوق ايك وبتكون سيفيرو نايمه جنبه وبتكون هي اللي انقذته. بيسالها عن اللي حصل، فبتعرفه ان في حد ضربه بالسهم من ورا وبعد كده هرب على طول. فبيسالها عن اللي حصل للجنود، فبتعرفه ان مفيش ولا بشري مات وده هيخلي ملكه الشياطين تشك فيه مره تانية. فبيعرفها انه عايز يلاقي طريقه يخلي بيها البشر والشياطين يقدروا يعيشوا مع بعض. فبتقول له انت حر بقى استحمل اللي يجرالك، وبتسيبه بعد كده وبتختفي. بيقعد ايك وبيقعد يفكر مين اللي ممكن يضربه في ظهره، بس فجاه بيخبط الباب وبيدخل البنات عشان يطمنوا عليه وبيقعدوا يتخانقوا مره تانية. وبيطلب ايك من جيرو انه يعرف قائده الفرسان اللي هجمت عليه راحت لفين. بيعدي الوقت وبيعرفوا جيرو انها اتسجنت بسبب فشلها، فبيقرر ايك انه هيروح عشان يستجوبها. وقبل ما يوصل بيلاقي ليلى في ظهره وبتساله هو جاي هنا ليه لوحده. فبيعرفها انه عايز يقابل اليستر عشان عايز يسالها شويه اسئله. بتقول له خلصانه هاجي معاك. بيقربوا من البوابه وبيعرفها انه عايز يدخل من غير ما حد يحس بيه، لكن قبل ما يخلص كلامه بيلاقي ليلى ضربه الحراس وموقعاهم على الارض. بيدخلوا لجوه وبيبقى المبنى كبير جدا وبيبقى عارف انه هياخد شويه وقت على ما يلاقي اليستر، لكن قبل ما يخلص كلامه بيلاقي ليلى ضربه الحارس اللي جوه وواخده منه المفاتيح. وبيلاقي بعد كده مجموعه من الحراس بيهجموا عليه، فبتديله المفاتيح وبتقول له سيب لنا الموضوع ده، وبتمسك الحراس كلهم تكسر عظمهم. بيطلع ايك عشان يدور على اليستر وبالفعل بيقدر انه يلاقي اوضتها. بيدخل لجوه وما بيلاقيش حد، بس فجاه بيلاقي بنت بتهجم عليه. بيقدر انه يصد الهجمه بتاعتها وبيوقعها على الارض، وبيقول لها انه جاي عشان يسالها مش عشان يتخانق معاها. وبيسالها اذا كانت هي اللي ارسلت مغتال عشان يقتله في المدينه. بترفض انها تجاوب وبتساله اذا كان بشري ولا شيطان. بيقول لها يعني ايه، بس فجاه بيلاقي باقي الجنود بيهجموا عليهم وبتقدر اليستر انها تحط السكينه على رقبته، بس بيقدر ايك انه يضعف الحواس بتاعتهم وبيشل حركتهم. وبيروح بعد كده بيستخدم العصايه بتاعته وبيخلص على الجنود، وبيهجم عليه بعد كده شخص عملاق لكنه بيقدر يصد هجمته وبيوقعه تحت من غير ما يأذيه. بتستغرب هو ليه عمل كده، بس قبل ما تكمل كلامها بتلاقي نفسها واقعه لتحت وبيقدر ايك انه ينقذها. وبيعرفها بعد كده بنفسه وبيقول لها انت سالتيني قبل شويه اذا كنت شيطان ولا بشري، بس في الحقيقه انا عضو في جيش ملك الشياطين ومن سبع المستحيلات ان انا اكون بشري. دلوقتي بقى جاوب عليا، انت اللي بعتي مختال عشان يقتلني ولا لا؟ بترفض انها تجاوب عليه، فبيقرب منها وبيقدر انه يقرا افكارها وبيعرف انها مش هي اللي عملت كده وبيسيبها بعد كده وبتمشي. بتتعصب منه وبتقول له تعالى هنا وبرزني يلا، لكنه بيقول لها مش هعمل كده عشان مش انت اللي حاولتي تقتليني. بتقول له انت عرفت ازاي من غير ما اقول لك حاجه؟ بيقول لها مفيش، قدرت اقرا افكارك مش اكتر وعرفت انك مش انت اللي عملت كده. وبيختفي على طول هو وليلى. بيرجع للقصر بتاعه وبيلاقي ساتو مستنياه وبيديها كيس مليان رز وبيعرفها ان ده نبات بيتزرع وبيطلع محاصيل كتيره وده هيخلي الناس تقدر تسد الضرايب اللي عليهم بكل سهوله. وبيطلب منها تستخدم الرز ده وتعمل لهم بيه اكله حلوه. بتقول له بس انا ما طبختوش قبل كده. بيقول لها خلاص اتعلمي واعملي اي حاجه. فبتقول له خلصانه سيب الموضوع ده عليا. وبيطلع بعد كده وبيجمع الجيش بتاعه وبيبقى حلل الموقف عشان يكتشف مين اللي اطلق عليه السهم وبيعرف انه من احد اتباعه وبيستخدم سحر وبيقدر يقرا افكارهم كلهم وبيعرف الجانب الفعل. وبيروح بعد كده لسيفيرو عشان يحط معاها خطه وبيعرف ان اللي عمل كده شخص اسمه جيس وده يبقى نائب قائده الفيلق السابع من جيش ملك الشياطين. بنروح بقى لجيس وبيوصل له خبر ان ايك راح يقابل القائده سيفيرو وجاي عشان يقابله شخصيا. بيروح يقابله وبيقول له مش كنت تقول لنا انك جاي عشان افرشك لارض ورد؟ فبيقول له ايك ما جاش صدفه عشان اقول لك، بس انت جايب جيشك كله ليه معاك؟ فبيقول له عشان يخلصوا عليك. بيقول له يعني دول كل جنودك؟
بيقول له جيس ايوه، وقبل ما يخلص الكلمه بيلاقي نيازك ناريه بتهجم عليهم من كل حته، وبتكون سيفيرو هي اللي عملت كده، وبتخلص على عدد كبير من الجنود، وبيبقى جيس مش عارف يعمل ايه. بيروح له ايك وبيقول له قدامك اختيارين، اما انك تستسلم دلوقتي او بعد ما تخسر كل حاجه، لكنه بيرفض وبيأمر الجنود يهجموا عليه. بس انت فاكر انهم هيقدروا على ايك يا صديقي؟ لا والله، بيمسكهم كلهم يكسر عظمهم، وبيطلق هجمات سحريه في كل مكان، وبيستغل جيس الحرب دي عشان يهرب، وبيكون صانع ممر سحري. بس فجاه بيلاقي ايك بيهجم عليه، وبيكون تتبع مكانه من الحشره دي. بيروح جيس يهجم عليه، لكن ايك بيصد الهجمه بتاعته وبيهجم عليه بهجمه اقوى بتوقعه على الارض، وبعد كده بيستخدم سحره وبيقدر انه يربطه من يده ورجله. بيحاول جيس انه يشتت انتباهه وبيعرض عليه يتعاون معاه ويخلصوا على ملكه الشياطين اللي موجوده دلوقتي، وايك يمسك مكانها، لكن ايك بيرفض على طول. وبتكون دي خطه من جيس، وبيقدر انه يقطع الحبل وبيحدف عليه خنجر، بس بيقدر يصد الهجمه بكل سهوله. وهنا بتوصل سيفيرو يا صديقي، وبتقول انا هخليك تتكلم حتى لو هضطر ان اخلص عليك، لكن قبل ما تعمل اي حاجه بيلاقوه واقع على الارض، وبيكون السم بدا ينتشر في جسمه، وما بتقدرش اي تعويذه انها تشفيه. وبيكون اصحابه هم اللي عملوا كده عشان ما يقولش اسمائهم ويكشف خطتهم، فبتوعده سيفيرو ان هو لو قال اسمائهم هتنتقم له، وبالفعل بيقول لها اسمائهم وبيموت على طول. وبيروح بعد كده ايك وسيفيرو لملكه الشياطين، وبيعرفوها ان في خاين بين صفوفهم، وده يبقى رئيس الفيلق الثالث واللي بيكون اسمه بيستا. فبتسالهم اذا كان عندهم اي دليل، فبتقول لها سيفيرو نتعاون مع النائب بتاعها وتامره عشان يخلصوا علينا احنا الاثنين، وكان الدور جاي عليكي. فبتقول لهم ملكه الشياطين احنا سمعنا منكم، نسمع من بيستا بقى، ايه رايك في الكلام اللي بيتقال؟ فبيقول لها ان هم قتلوا النائب بتاعهم عشان يوقعوني، ودي مؤامره منهم عشان يسرقوا قياده الفيلق الثالث مني. بتتعصب سيفيرو من كلامه، لكن ملكه الشياطين بتهديها وبتقول لها انا عارفه مخططه من الاول، لكن انت عليكي جزء من الغلط ده، وهو انك ما ضمنتيش ولاء جنودك، والمفروض في قانوننا ان انا اخلص عليكم انتوا الاثنين، لكني مش هعمل كده، وعشان كده هعمل قتال بينكم، والفايز هو اللي هيفضل عايش والشخص التاني هيموت على طول. بيرجعوا للقصر وبتعرفوا سيفيرو تفاصيل القتال، وان القتال ده مش هم اللي هيشاركوا فيه بنفسهم، لكنهم هيستخدموا فيه الدمى اللي بتتبع اوامر سيدها مهما كانت، وكل شخص هيقود 50 دميه، واللي الجنود بتاعته هتموت الاول هيموت وراها على طول. وبتكون عامله كده عشان تختبر قوتهم في القياده، وبتعرفوا كمان انها سمحت لهم بتعيين بدلاء للقياده، وبتطلب منه يروح مكانها. بيرفض عشان هي كده بتخاطر بحياتها، والمفروض هي تروح بنفسها، لكنها بتقول ان عندك قوه في القياده اعلى مني، وعشان كده هتروح مكاني. بيروح بالفعل المكان القتال عشان يعينه يعني وكده، وبيبقى خايف يخسر القتال ده عشان سيفيرو هتموت على طول. وبيروح بعد كده عشان يشوف الجنود بتاعته، واللي بتكون سيفيرو قالت له انها بتتبع اوامر القائد بتاعها من غير اي تفكير، وان كلهم متساويين في القوه ولهم الحريه كمان في استخدام الاسلحه، وده ممكن يخليهم يفوزوا في القتال ده. بيرجع للقصر بتاعه وبيقعد يفكر في خطه عشان يكسب بيها القتال. بتدخل ساتو وبتساله هو بيعمل ايه، فبيعرفها انه بيحط خطه عشان القتال الجاي، وبيسالها لو هتدخل قتال ايه الاسلحه اللي هتستخدميها، فبتقول له مش عارفه بس اقرب حاجه هستخدم مكنسه. بيقول لها فعلا ده سلاح حلو جدا عشان مش هيخليك تقرب من العدو اللي قدامك، عشان كده السيف افضل من الخنجر والقوس افضل منهم كلهم، وعشان كده لازم نستخدم سلاح نضرب فيه من بعيد من غير ما نعرض الدمى بتاعتنا للخطر، ولازم نخترع سلاح اقوى من الاسلحه دي كلها وما يكونش معروف كمان للعدو. وبيقرر انه هيصنع مسدسات عشان يضرب بها من بعيد. في نفس الوقت بيبقى بيستا بيفكر هو كمان في خطه، وبيعرف ان ايك هو اللي هيقود الفريق التاني، وبيقرر انه هيستخدم السيف اللي مصنوع من انياب التنين الاسود، وده بقى بيقدر يقطع اي حاجه. نرجع بقى لايك واللي بيبقى قلقان من القتال ده، بس فجاه بيلاقي ملكه الشياطين في وشه، وبتكون جايبه له الاسلحه اللي هو محتاجها، وبتقول له مش ده اللي انت محتاجه يا ايك. بيقول لها ايك مين؟ انا مش ايك. بتقول له ما تحاولش تكذب عليا، رومبرج قال لي كل حاجه وكمان عارفه انك بشري. فبيسالها طالما عارفه حقيقته طول الوقت ده ما خلصتش عليه ليه؟ فبتقول له عشان هي عايزه مساعدته في بناء العالم اللي هي بتحلم بيه، وكمان عارفه القوه اللي عنده عشان كده مش هتقدر تتخلى عنه بسهوله. وبتسيبه بعد كده وبتختفي. بيروح تاني يوم وبيقابل سيفيرو، وبيوريها الاسلحه اللي ملكه الشياطين جابتها له، وبيطلب منها تصنع طلق للاسلحه دي، لكنها ما بتكونش مديها الموضوع اي اهميه. وفجاه بيلاقوا انفجار كبير جنبهم، وبتكون البنت دي واللي اسمها فورتينا هي اللي عملته لما حاولت تصنع البارود، وبيقدروا كمان انهم يصنعوا الرصاص. بيعدي الوقت وبيجي يوم المعركه، وبيكون بيستا ملبس جنود ودروع حديديه ومديهم سيوف من فولاذ التنين الاسود، واللي بتكون ملكه الشياطين ادتها له هديه. وبيعرف في الوقت ده انها عايزه القتال يكون متكافئ. بتبدا المعركه على طول، وبيبدا جنود بيستا في الهجوم على جنود ايك، وبيخلصوا على عدد كبير منهم. بس انت فاكر انه هيخسر بالسهوله دي؟ تبقى غلطان يا صديقي. بتبدا جنود ايك بالهجوم عليهم بالبنادق، وبيخلصوا على كل الدمى التانيه، وبيقدر ايك انه يفوز في القتال ده. بتنزل ملكه الشياطين وبتقول له انت اللي خسرت يا بيستا، وقدامك دلوقتي اختيارين، يا تقتل نفسك وتموت بشرف يا هقتلك انا بايدي. فبيقول لها بس في اختيار ثالث، وبيكون في واحد واقف من ورا وبيهجم عليها بسهم، بس هي بتقدر تصده بكل سهوله، لكن السهم ده بيبقى فيه قنبله وبتنفجر على طول، وبتبدا الحلبه كمان كلها في الانفجار. وبيعلن بيستا نفسه ملك للشياطين، وبتبدا جنوده في قتل كل الشياطين اللي موجوده، والدمار بيبقى في كل حته.
وكل اللي بيحاول يهرب بيموت على طول. وبيعرض على ايك انه ينضم له في تكوين المملكه اللي هو هيعملها، فبيرفض ايك على طول وبيقول له ده مش موضوع هناقشه معاك اصلا عشان انت عمرك ما هتبقى ملك للشياطين. بيتعصب بيستا وبيامر كل اتباعه انهم يخلصوا عليه. بيستخدم ايك عصايته السحريه وبيخلص عليهم هو، وبيعمل بعد كده دوائر سحريه وبيطلع منها كريستالات بتخلص على كل الجنود اللي موجودين، وبيقدر يصد الهجمات بكل سهوله. وبيستخدم بعد كده السحر البري وبيخلص على الباقي. وبيروح بعد كده يمسك بيستا من القناع بتاعه وبيفجره، لكنه ما بيموتش ولا حاجه، وبيرجع يجدد جسمه مره تانية، وبتقوم كل الجنود وما بيكونوش ماتوا. بيستخدم سحره مره تانية وبيضعف الحواس بتاعتهم وبيبدا يكسرهم كلهم، لكن برضه مفيش فايده وبيرجعوا مره تانية. وبيهجم عليه الشخص اللي فوق بالسهم من بعيد وبينفجر فيه، لكنه برضه بيقدر يصد الهجمه. وبيقول له بيستا ان كل اللي بيعمله ده بيضيع بيه وقت مش اكتر، وان اكيد قوته هتخلص، وكل الحوار مساله وقت. بيفكر ايك في خطه عشان يخلص عليهم، وبيعرف انهم جثث متحركه وسحر الظلام ما بيأثرش فيهم، فبيقرر بعد كده انه يستخدم سحر النور، وبالفعل بينفع وبيخلص على عدد كبير من الجنود. وبتوصل سيفيرو كمان في الوقت ده وبتخلص على الشخص اللي بيحدف سهام من فوق، وبتبدا هي واتباعها يخلصوا على كل الشياطين الموجوده. وبيتصدم بيستا لما بيلاقي سيفيرو وصلت، لكنه بيتصدم اكتر لما بيلاقي ملكه الشياطين لسه عايشه، وبتديله فرصه تانية، وبتقوله لو قدرت تتخلص على ايك مش هخلص عليك. بيروح عشان يهجم عليه بس بيقدر ايك انه يصد الهجمه. بيهجم عليه بعد كده هجمات متتاليه بس برضه بيقدر ايك انه يصدها كلها، وبيستخدم بعد كده سحر الظلام، وهنا بيرد عليه ايك بسحر النور، وبيقدر انه يحرق له دراعه. وبيبقى الكل مصدوم منه عشان يقدر يستخدم سحر النور وهو في الاصل مستخدم لسحر الظلام. وبنعرف انه لما كان صغير كان رومبرج هو اللي بيعلمه كل حاجه، وكان بيعلمه ازاي يستخدم سحر الظلام، بس ايك بيساله على تعويذه يقدر يرجع بيها الورده مره تانية، فبيعرفه انه ممكن يرجعها بالسحر الابيض، فبيطلب منه انه يعلمه له، لكن رومبرج بيرفض وبيقول له انت المفروض تكون شيطان وتخدم في جيش ملك الشياطين كمان، والسحر الابيض ده هيبقى صعب عليك عشان هو بيستمد قوته من قلب طيب، ودي حاجه مش موجوده في الشياطين، وحتى لو قدرت تستخدمه فما ينفعش تخلي اللي حواليك يعرفوا انك بتستخدمه. بنرجع بقى للواقع، وبيقول له ايك قول لي اسف 10 مرات عشان اسامحك. بيرفض بيستا وبيروح عشان يهجم عليه، وهنا بيستخدم ايك السحر الابيض وبيخلص عليه من غير اي رحمه. بتروح له بعد كده ملكه الشياطين وبتقول له انت خلصت على قائد الفيلق الثالث، وكده بقى المنصب فاضي ومفيش حد يملى مكانه غيرك، عشان كده انت هتبقى قائد الفيلق الثالث من النهارده، ومستنيه ردك وبتسيبه وبتمشي. وبيبقى الكل فرحان عشان قدر ينتصر في المعركه دي. بيروحوا لها بعد كده وبتقول لها سيفيرو ان ايك بيشتغل لصالحها، وهي الوحيده اللي لها الحق تقرر هو يروح فين، فبتقول لها بس انت بتشتغلي عندي، وبكده يبقى كلكم بتشتغلوا تحت امري، وانا مش هسمع الرد غير من ايك. فبيعرفها ايك ان جنوده بداوا يتاقلموا في العيش مع البشر، وبداوا يتعاونوا سوا كمان، وده اللي كان بيحلم بيه طول عمره، وهو انه يقدر يخلي البشر والشياطين يعيشوا مع بعض. وبيخلع القناع بتاعه وبيعتذر لها عن قياده الفيلق الثالث، وبيقول لها ان لسه قدامه حاجات كتير عشان يتعلمها من سيفيرو، وبيسيبوها بعد كده وبيمشوا. بيرجع على المدينه وبيقرر انه هيزود انتاج المحاصيل عشان الحرب اللي هم داخلين عليها، وهيستخدم طرق جديده في الزراعه، وده هيخليهم يزرعوا كميات اكبر في وقت اقل. بس الحرب بتكون بدات بالفعل، وجيش البشر بدا في الهجوم. بيروح يقعد في المكتب بتاعه وبيكون اترقى لرتبه نائب القائد مكان جيس يا صديقي. بيدخل له جيرو وبيعرفه ان تحالف الملوك بدا في التحرك بالفعل، وهزموا كمان الفيلق الثاني واللي بيعتبر من اقوى الكتائب في جيش ملك الشياطين، وبيعرفوا ان اكيد الدور جاي عليهم عشان هي المدينه اللي بعدهم على طول، وكمان بيعرفوا ان عددهم كبير، وده هيخلي فرصتهم في الفوز قليله، ولو ما قدروش يحموا المدينه هيتراجعوا لقصر ملك الشياطين، وده هيخلي موقفهم وحش، وبكده هيبقى ما قدرش يعمل المدينه اللي هيخلي فيها البشر والشياطين يقدروا يعيشوا فيها مع بعض. بيروح بعد كده وبيطلب من فورتينا تصنع كميات كبيره من الاسلحه الناريه عشان يقدر الجيش يستخدمها في محاربه تحالف الملوك، لكنها بتعرفه ان الاجزاء الصغيره ما بيقدروش يصنعوها، وان اللي يقدر يعمل كده هم ناس كانوا بيشتغلوا الشغلانه دي قبل كده، لكن بتقول لهم سيفيرو انهم خسروا معركتهم مع البشر، وده خلاهم متفرقين عن بعض ومش هيقدر يجمعهم بسهوله. فبيعرفها ايك ان ملك الاقزام مسجون في زنزانه ويقدر يروح يخرجه، وبنعرف انه اتسجن بعد ما خسر الحرب دي ورفض يشتغل عند البشر كعبد، وهددوه كمان انهم هيقتلوا ابنه لو ما نفذش اللي هم عايزينه، فبيضطر بعد كده انه يوافق ويشتغل عندهم، لكنهم بيغدروا بيهم وبيفرقوهم عن بعض. بتروح ليلى في الوقت ده وبتقدر انها تخلص على كل الحراس اللي موجودين على الزنزانه، وبتعرفه انه لازم يجي معاها، بس هو بيرفض، فبتستخدم سحرها وبتنيمه على طول، وبتاخده بعد كده وبتروح لايك، وهم خارجين بيلاقوا 2 من الجنود بيهجموا عليهم، لكن ليلى ما بتستناش وبتكسر عظمهم على طول، فبيقول لها جيرو انه هيقول لايك على اللي هي عملته، بس قبل ما يكمل كلامه بيلاقي واحد بيهجم عليه، بيرفع دراعه بس كده وبيطيره بعيد. بيطلعوا لبره وبيلاقوا عدد كبير من الجنود مستنيهم، فبتستخدم ليلى سحرها وبتخلص عليهم، لكن بيلاقوا مجموعه تانية بتجري وراهم وبيكونوا مش عارفين يعملوا ايه، وهنا بيتدخل ايك وبيستخدم سحره وبيطلع صخور من الارض وبيعيق بها حركه الجنود، وبيقدر كمان انه ينقذهم. بيرجعوا للقصر وبيفوق ملك الاقزام بعد كده، وده بقى اسمه غنطر يا صديقي. بيسال ايك هم ليه خرجوه من الزنزانه، فبيديله ايك البندقيه وبيساله اذا كان يعرف يعمل زيها، فبيعرفه انها صعبه لكنه يقدر يعملها، وبيساله السبب اللي يخليه يشتغل مع الشياطين اللي اكيد هيعاملوهم زي ما البشر كانوا بيعاملوهم، فبيطلب منه ايك انه يطلع معاه، وبيعرفه اللي هو عايز يعمله، وهو انه يخلي البشر والشياطين قادرين يعيشوا مع
مع بعض. فبيقول له ان البشر غدروا بيهم قبل كده وكانوا هيخلصوا عليهم وما كفاهمش كده، دول فرقوهم عن بعض وخلوا كل واحد يروح في مكان، عشان كده هو مش مهتم بحياه البشر. فبيقول له ايك انه لو صنع الاسلحه دي بكميات كبيره هيطلب من ملكه الشياطين انها تعمل لهم مدينه خاصه بيهم. بيقول له غنطر انت اكيد بتكذب، انتم كلكم عايزين تتحكموا فينا مش اكتر. فبيقول له ايك لا انا ما بكذبش عليك وتعالى معايا شوف اللي بيحصل. وبيفرحوا كلهم لما بيشوفوه وبيعرفوا ان الشياطين هم اللي جابوهم لهنا وكانوا بياكلوهم ويشربوهم من غير اي مقابل. وبيسالوا ايك مره تانية اذا كان هيتعاون معاه، فبيوافق على طول وبيمديله ايده. بيرجع للقصر وبيلاقي ساتو عماله تشتغل، فبيطلب منها انها تستريح، فبتعرفه انها ما بتعرفش تعمل حاجه غير كده. فبيطلب منها تقرا شويه كتب من اللي موجودين في المكتبه، فبتعرفه انها ما بتعرفش تقرا. فبيقول لها خلصانه اعلمك لما ابقى فاضي، وبتفرح من كلامه على طول. بتدخل هيلا وبتعرفه انها جمعت كل الاقزام اللي موجودين، وبيدخل جيرو كمان وبيكون جايب له مصيبه في ايده. نروح بقى لجيش البشر واللي بيعرفوا ان ايك هرب ملك الاقزام وان اكيد الموضوع فيه مشكله. وبيدخل جندي وبيعرفهم ان عدد جنودهم 5000 جندي، وده ما يجيش نص الرقم اللي معاهم عشان جيشهم مكون من 12000 جندي، وبيستعدوا عشان يبداوا الهجوم. بالناحيه الثانيه بيروح ايك عشان يدور على الملح الصخري اللي هيستخدمه في صناعه البارود يعني وكده، وبالفعل بيوصل للكهف اللي موجود فيه كميات كبيره وبيجيبها وبيرجع للاقزام عشان يصنعوا الاسلحه. وبيتجمع بعد كده قائد كل فيلق في جيش ملك الشياطين عشان يحطوا خطه، وبيستغربوا لما بيلاقوا ايك قدر يصلح المدينه في الوقت القصير ده، وبيعرفهم ان استعان بالبشر والشياطين ودفع لهم مقابل كده. وبتعرفهم فورتينا كمان ان سيفيرو ادت القياده لايك عشان يحط خطه يعني وكده، وكلهم بيوافقوا يتبعوا اوامره. وبيعرفهم ان جيش العدو مكون من 12000 جندي وجيشهم مكون من 2000 بس، وكده مطلوب من كل شيطان انه يخلص على 6 من البشر عشان يقدروا يكسبوا الحرب دي. فبيعرفهم ان قواتهم مش عاديه وانهم يقدروا يكسبوا الحرب دي بس لازم خطه الاول. فبيقترح عليهم واحد من القاده انهم يهجموا بالليل، بس هو بيقول لهم ان موجود صحراء بين جنودهم. فبيقول له طب هنعمل ايه؟ فبيعرفهم انهم هيقتلوهم هنا ومش هيهجموا عليهم غير لما طاقتهم تخلص، وده هيقلل من عدد الخسائر. في الناحيه الثانيه بيتجه تحالف الملوك ناحيه المدينه، وبيقعد ايك عشان يخطط لكل تفاصيل الحرب، وبيطلب من ساتو انها تعمل اكل للجنود عشان يرفع من معنوياتهم، وبالفعل بتعمله على طول وبيعجب كل اللي بيدوقه. وبيستعد كل الجنود وكل الجدران بتبقى سليمه وكمان كل الاسلحه بتبقى جاهزه، وبيبقى ما عادش فاضل غير المعركه. وبيوصل تحالف الملوك وبيبقى القتال على الابواب، وبيعرفهم ايك ان لو المدينه دي وقعت فده هيتسبب بتدمير جيش ملك الشياطين ولازم يوقفوا الحرب دي مهما كان الثمن. وبيعرفهم قائدهم في الناحيه الثانيه ان جيش الشياطين عدده صغير ودي بالنسبه لهم مش حرب، دي اباده لكل الشياطين الموجوده، وبيديهم امر بدء الهجوم. وبالفعل بيتجه الجنود ناحيه المدينه وبتبدا المدافع في اطلاق الهجمات. بيستخدم ايك سحر وبيقدر انه يصد الهجمات دي كلها، فبيديهم قائدهم امر بالهجوم مره ثانيه بس برضه بيقدر ايك يصدها كلها. فبيديهم امر بالهجوم للمره الثالثه، بيفعل ايك كل قوته لكن الصحراء اللي بين صفوفهم بتقدر تلغي التعويذه بتاعته وبتضرب الهجمات في كل انحاء المدينه. وبيدي امر للمجموعه الاولى بالهجوم، وبيكون في واحد من الشياطين العملاق بيحدف عليهم صخور كبيره وبيخلص على عدد كبير منهم، وبتبدا الشياطين اللي فوق كمان في اطلاق السهام عليهم لكنهم بيقدروا يوقعوا الوحش العملاق وبيهجموا عليهم بالسهام من كل ناحيه، وبيحطوا السلالم عشان يطلعوا لكنهم بيقعوا كل شويه. وبيسال قائدهم المساعد بتاعهم عاملين اكل ايه على العشاء عشان هو هيخلص الحرب دي قبل ما ياكل، وبيدي امر للمدافع باطلاق الهجمات. فبيعرفوا المساعد بتاعه ان جنودهم هناك، بيقول له مش مشكله، اهم حاجه بالنسبه لي ان افوز بالحرب دي. بيحاول هيك يصد الهجمه لكن الصحراء بيقدروا يلغوا التعويذه بتاعته مره ثانيه وبتضرب الهجمات في كل ناحيه، وبيموت عدد كبير من الجنود والشياطين. وبيدي بعد كده امر للوحده الثانيه بالهجوم، بتحاول الشياطين تعيق تحركهم لكن مفيش فايده، وهيك بيبقى في قمه غضبه بس القائد ولا بيهمه وبيامر كمان المجموعه الثالثه انها تبدا الهجوم. وبيبقى في عدد كبير من الشياطين المصابه، وليلى والشياطين التانيين مش قادرين على العدد ده كله، وبيبقى جيرو خلاص هيستخدم البنادق لكن بتطلع مجموعه الذئاب الشيطانيه وبيبداوا بالهجوم وبيخلصوا على عدد كبير جدا، وبتبدا الشياطين التانيه كمان في الضرب عليهم بالاسلحه الناريه، وبيبدا الجنود في التراجع، وبتدي فورتينا امر لجنودها بالرجوع كمان. وبيبقى كل ده من تخطيط ايك يا صديقي، وده لما كان بيحط معاهم الخطه وطلب منهم يقاتلوا بكل قوتهم بس هم كانوا فاكرينه بيهزر في الاول، لكن فورتينا بتعرفهم ان ده جزء من الخطه وبتستخدم الاشواك الشيطانيه وبتقفل الفتحات اللي في الجدران. وبيسال ايك الذئب الشيطاني يقدر يقاتل قد ايه من غير ما يتعب، فبيعرفوا انه ممكن يقاتل لمده ساعه كامله. بيقول له انا مش عايزكم تقاتلوا الرقم ده كله، انا عايزكم تقاتلوا بس ال10 دقايق وبعدها تؤمر مجموعتك بالانسحاب، وده اللي بيكون بيحصل يا صديقي. وبيدي امر للغلام ببدء الهجوم كمان، وبيبداوا يكسروا كل الجنود الموجودين، وبيكون ايك عايزهم يشتغلوا بالتناوب عشان مفيش حد منهم يتعب. وبيدي امر للشياطين الطائره انهم ياخدوا المواد الكيميائيه ويحدفوها على اماكن تمركز الجيش ويدمروا المدافع كمان. وبيبدا الجيش في تجهيز المدافع لكن قبل ما يبداوا الهجوم بيلاقوها كلها بتتكسر، وبيبقى عارف ان الجيش مكون من 12000 جندي لكن ده الجيش الرئيسي، وفي جيش احتياطي مكون من 4000 جندي، وبيبقى عارف ان قائد الجيش ده جبان وكل اللي يهمه هو سلامته مش اكتر، فعشان كده اول ما هيحس بخطر هيأمر الجنود بالانسحاب على طول، وبيبداوا
بالفعل كلهم في تنفيذ الخطه، وبتبقى سيفيرو مهمتها اخطر من كده، وهي انها تعطل القوات الاحتياطيه للجيش، وبالفعل بتروح على هناك على طول. في الناحيه التانيه بتبقى خطه ايك ماشيه زي ما هو عايز، والشياطين لحد دلوقتي منتصرين على البشر. وبيوصل الخبر للقائد لكنه ما بيأمرش بالانسحاب ولا حاجه، وبيأمرهم بالهجوم بكل قوته. ومش كده وبس، ده هو كمان هيروح معاهم، وبيبداوا الهجوم بالفعل. وبيكون ايك عارف ان حاجه زي دي هتحصل، فبيستخدم سحره وبيعمل شق في الارض، وبيوقع عدد كبير من الجنود. وبيكون كمان يقدر يربط الصحراء، وبيقع قائدهم كمان في الفتحه دي. وبيروح له ايك وبيقول له قدامك اختيارين، يا هقتلك دلوقتي واحملك مسؤوليه كل شخص مات، يا تؤمر جنودك بالانسحاب ووقتها هعفو عنك. بيرفض انه ينسحب في الاول، فبيروح له غنطر وبيضربه بالسيف في بطنه بيشقها نصين. وبيكون ده الشخص اللي حرق مملكتهم وفرقهم عن بعض، وبيبقى لسه هيخلص عليه بس بيمسكوا ايك وبيقيده بالسلاسل السحريه. وبيترعب القائد منهم وبيأمر جنوده بالانسحاب على طول. وبتخلص المعركه وبيبقوا انتصروا في الحرب دي. وبتبقى سيفيرو كمان هتخلص على قائد المجموعه الثانيه، لكن بيجي لهم امر بالانسحاب، وبتقول له اكيد هنتقابل مره ثانيه. بيرجعوا للقلعه وبتهنئوا سيفيرو على الفوز في المعركه، وبيتعرفوا انه لازم يروح لمدينه زينوبيا عشان الايام اللي جايه اكيد البشر هيرجعوا يهجموا على الشياطين، والمره دي هتبقى مختلفه عن اي مره فاتت عشان هو يقدر يهزم تحالف الملوك. وبتقول له ان هيبقى عندنا مشكله في الامدادات، والاكل والشرب هيخلصوا لو حصرونا، عشان كده انت لازم تروح هناك وتتكلم مع رئيسه الاتحاد وتقنعها انها تتعاون مع الشياطين. بيوافق ايك على طول وبيروح يقعد في القصر بتاعه، وبيعرف اصدقائه انه هيغادر المدينه، فبيطلبوا منه انهم يروحوا معاه، لكنه بيرفض وبيكلفهم بمهام تانية يعملوها وهو غايب. فبيوافقوا وبيتجه صاحبنا لمدينه زينوبيا على طول، وبيبقى واخد ساتو معاه، وبيبقى عارف انهم هيتضايقوا لما يعرفوا ان ساتو راحت معاه، لكنه ما بيديش الامر اي اهميه. وبتساله ساتو المدينه دي عامله ازاي يعني، فبيعرفها ان دي مش مدينه، ده عباره عن مجمع للاتحاد التجاري، وبيبقى فيها كل العناصر الغذائيه اللي ممكن اي حد يحتاجها، وده اللي هيحدد مصير جيش ملكه الشياطين. وبيبقى عارف ان الموضوع مش هيبقى سهل ابدا، عشان كده جاب ساتو معاه. والسبب اللي خلاه ياخد ساتو معاه هو عشان يقنع رئيسه الاتحاد ان البشر والشياطين يقدروا يعيشوا مع بعض. بيقربوا من المدينه بس فجاه بيسمعوا صوت جاي من جنبهم، بيروحوا عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل، وبيلاقوا مجموعه من قطاع الطرق بيهاجموا الجنود دي، وبيخلصوا على عدد كبير منهم. وبيبقى اهم كل الجنود دي انهم يحموا الاميره اللي وراهم، بس قطاع الطرق ليهم راي تاني، وبيخلصوا عليهم كلهم في لمح البصر. لكن فجاه بيلاقوا حبال من وراهم بتربطهم، وبيبقى ايك اللي عمل كده. بيروح هناك وبيتفاجئ من شكلها، واللي بتبقى بتشبه ساتو جدا يا صديقي. وبيلاقي عدد تاني بيهجم عليه، فبيستخدم سحره وبيربط الباقي، ودول بيبقوا معروفين بقراصنه اللحيه الحمراء، واللي بتبقى هزيمتهم مش سهله خالص. وبيستخدم سحر الشفاء على الجنود وبيقدر انه يشفي جروحهم. وبيتعرف البنت نفسها واللي بيبقى اسمها يوري، ودي تبقى بنت قائده زينوبيا. يا حلاوه، ده الموضوع شكله هيحلو ولا ايه؟ وبتشكره بعد كده على انقاذهم. وبيعرف نفسه على انه ساحر واسمه رايك، لا كرييتيف. بيسالها عن السبب اللي خلاها تغادر القصر بتاعها، فبتعرفوا انها المفروض كانت هتتجوز من واحد، لكنها رفضته لما عرفت حقيقته. بيوصلوا للقصر بتاعها وبيقابلوا امها، ودي تبقى رئيسه الاتحاد التجاري واللي بيبقى اسمها التريا. وبتطلب من يوري انها تطلع بره عشان هي عايزه تتكلم مع رايك. واول ما بتطلع بتقول له واحد شغال عضو في جيش ملك الشياطين عايز مني ايه. بيتصدم ايك على طول وبيسالها ايه السبب اللي خلاها تقول كده، فبتعرفوا ان مفيش ساحر اسمه رايك في المنطقه اللي حواليهم. ومش كده وبس، ده بنتها قالت لها ان هو ساحر قوي جدا، ومفيش اخبار انتشرت عن ساحر بالاسم ده، ودي فتره بيتحارب فيها البشر والشياطين مع بعض، فاكيد هشك انك من جيش ملك الشياطين. بيقول لها بالفعل كل اللي انت قلتيه صح. فبتقول له طب وانت عايز ايه دلوقتي؟ فبيعرفها انه جاي عشان يوقع معاهده مع الاتحاد بتاعهم. بتقول له انا ما سمعتش بحاجه زي دي قبل كده. بيقول لها انه عنده هدف وهو انه يخلي البشر والشياطين يقدروا يعيشوا مع بعض. بتقول له بالفعل انا سمعت ان ملك الشياطين الحالي مختلف عن اللي قبله، بس الشياطين هتفضل شياطين طول عمرها. بيقول لها بس احنا اتغيرنا عن الماضي. بتقول له عندك دليل على الكلام ده؟ بتقول له خلاص يبقى الموضوع انتهى، عندك حاجه تقولها قبل ما تمشي؟ فبيقول لها انا سمعت ان قراصنه اللحيه الحمراء عاملين لكم مشاكل وانا اقدر احل لكم المشاكل دي. بتقول له بالفعل احنا بنشتغل على حل المشكله دي ومش مستنيين جيش ملك الشياطين يجي يساعدنا، بس ممكن اوافق بشرط واحد وهو انك تخلص على القراصنه وتتجوز من بنت يوري. بيتصدم صاحبنا من كلامها وبيقول لها انا فعلا بشري بس برضه عضو في جيش ملك الشياطين ومش هقدر ان اتجوز بشريه. بتقول له وانا قلت لك على شروطي، انت حر بقى توافق او ترفض. وقبل ما تخلص كلامها بيدخل واحد وبيعرفها ان قراصنه اللحيه الحمراء بتهاجم المينا بتاعتهم، وبيبقى اللي بيعمل كده واحد اسمه كروسا، وده بقى قائدهم يا صديقي. بيتجه ايك على هناك على طول وبيلاقيهم بالفعل غادروا المكان. بيسال احد الجنود ايه اللي حصل، فبيعرفوا انهم سرقوا السفينه اللي كانت هتغادر النهارده. بيسالوا عن عددهم فبيقولوا انهم حوالي 100 شخص، بس قائدهم بيقدر يستخدم السحر بدرجه كبيره، فبيدوا امر انه يجهزوا الجنود والسلاح عشان لما يهجموا مره تانية يقدروا انهم يمسكوهم. وبتروح له بعد كده يوري وبتطلب انها تتكلم معاه، وبيتعرفوا انها عايزه تتجوزه عشان هي حبته من اول نظره. بيتوتر صاحبنا وما بيكونش عارف يقول لها ايه، بس ساتو بتكون شايفه الحوار ده كله. بتطلع بعد كده وبتبقى زعلانه وبيبقى واضح عليها انها بتحبه هي كمان.
وبيطلع ايك وراهم ما بيلاقيش حد، وبتبقى هي خرجت لبره تتمشى في المدينه عشان تجيب شويه حاجات يعني. بس فجاه بيظهر واحد من قراصنه اللحيه الحمراء وبيقدر انه يخطفها وبياخدها بعد كده وبيروح على السفينه، وبيبقى فاكر ان دي يوري بنت رئيسه الاتحاد، وبيبقى فرحان عشان اكيد القائد هيكافئه. بتستغل ساتو الموقف وبتقوم بعد كده وبتحاول تهرب، لكنها بتلاقي نفسها في عرض البحر، وبيعرف كروسا ان دي مش بنت قائده زينوبيا، وبيقرر انه هيشغلها عنده خدامه. وبيوصل الخبر لرئيسه الاتحاد وبيعرف ايك على طول، فبيقرر انه هيروح ينقذها وبيطلب منها تسلفه سفينه، فبتوافق وبينطلق ايك على طول، وبيقعد يفتكر كل ذكرياته معاها، وبيقول انه مش هيرجع من غيرها مهما كان الثمن. في الناحيه الثانيه بيبقى كروسا مقيد ساتو بالسلاسل، وبيعرفها انها لازم تعمل اي حاجه يطلبها منها مهما كانت، وانها هنا الخادمه بتاعته ولازم تطيع اوامره. بتقارن بين كلامه وكلام ايك، وبتعرف انها هنا مستعبده، فبتقول انها ما بتعرفش تعمل حاجه غير الطبخ، وبتطلب منه يفكها عشان تطبخ له. فبيوافق كروسا وبتروح ساتو للمطبخ على طول، وبتفضل تقطع الحاجه وبيكون في 2 مراقبينها، فبتطلب منهم يجيبوا لها خمره عشان تضيفها في الاكل. بتحط الاكل على النار وبتحط فوق الخمره دي وبتولع في المطبخ كله، واول ما واحد بيقرب منها بترش عليه الخمره دي وبتولع فيه هو كمان. بيحاول صاحبه انه ينقذه، وبتستغل ساتو الموقف وبتهرب على طول، وبتلاقي بعد كده صناديق مليانه بالذهب، وبتعرف ان دي الصناديق اللي اتسرقت اخر مره من المدينه. بيوصل خبر هروبها لكروسا، وبتكون ولعت في السفينه كلها ومستخبيه في صندوق فاضي، بس بيقدروا انهم يلاقوها، وبيضربها واحد وبيوقعها على الارض. بتحدف فيه غطا الصندوق وبتروح عشان تنط من السفينه، لكن كروسا بيستخدم سحر وبيقدر انه يقيد رجلها، وبيؤمر احد جنوده انه يقطعها، وبيكون خلاص هيضربها لكنه بيطير بعيد. وبيكون ايك وصل يا صديقي. بيديهم كروسا امر بالهجوم عليه، لكنه بيستخدم هجمات البرق وبيخلص عليهم كلهم، وبيكسر عظم كل اللي موجود على السفينه، وبيشيلهم بعد كده وبيرميهم في البحر. بتشكره ساتو عشان انقذ حياتها، لكن هو بيقول لها انا اللي المفروض اشكرك عشان انت وثقت فيا. بس كروسا بيبقى له راي تاني، وبيكون لسه ما ماتش، وبيبدا الهجوم عليه على طول. بيقدر ايك انه يصد الهجمه بتاعته، وبيهجم عليه كروسا هجمات اقوى من اللي قبلها، بس برضه بيقدر ايك انه يصدها كلها. بيطير بعد كده وبيهجم عليه كروسا باقوى تعويذه عنده، وبيخرم السفينه. لكن على مين ده ايك يا صديقي؟ اللي هيقابله هيحصل اللي قبله. بيستخدم السحر المضاد وبيهجم عليه بهجمه بتدمر السفينه كلها، وبيقدر كمان انه يمسكه ويربطه بالحبال. بيرجع للمدينه وبيسلمه لرئيسه الاتحاد، وبتوافق انها توقع معاه المعاهده، بس بيبقى حصل اللي محدش متوقعه، والسفيرو بتبقى متحسره والاكل اللي معاها خلص، وبتعرف اتباعها انها تهجم عليهم وتخلص على اكبر عدد منهم قبل ما تموت. بالليل بقى بيبقوا عاملين حفله لايك عشان يقدر يخلص على عصابه اللحيه الحمراء ويقبض على رئيسهم كمان. بيدخلوا لجوه وبيبقى في عدد كبير من النبلاء، وبتعلن رئيس الاتحاد خطوبه يوري وايك، وبيبقى الكل مصدوم، حتى ايك نفسه بيبقى مش مستوعب اللي بيحصل، وبتقول له ان المعاهده تعتبر ملغيه لو هو رفض. بس فجاه بيظهر شعاع كبير في المكان، وبتكون ملكه الشياطين وصلت، وبتعرفوا ان سيفيرو محتاجه مساعدته عشان هي دلوقتي في خطر. وبيبقى تحالف الملوك بدا في الهجوم على المدينه، وقتلوا عدد كبير من الشياطين. فبيسالها عن عدد قوات العدو، فبتعرفوا انهم حوالي 5000 جندي، وان هي كمان جهزت الكتيبه بتاعته ولازم يتحرك في اسرع وقت. وبيبقى قائد الجيش ده هو رودل، وده الشخص اللي كان قائد القوات الاحتياطيه في المعركه اللي فاتت. وبتبقى المعركه خلاص قربت تخلص، وتحالف الملوك استولى على المدينه، والشياطين عددهم بيقل واحد ورا التاني. بتحاول فورتينا انها تدافع عن المدينه، لكن بيجي الشخص ده وبيستخدم سحره وبيوقعها على الارض. وبتبقى سيفيرو قدامها عدد كبير جدا من الجنود، وعلى وشك انهم يخلصوا عليها. بيرجع ايك للمدينه بتاعته وبيلاقي معظم الناس اللي فيها ماتوا، وكل اجزاء المدينه اتدمرت. وبيعرفوا جيرو ان في واحده هي اللي انقذتهم وقضت على كل الجنود، فبيقرر انه هيتجه للمدينه اللي فيها سيفيرو عشان ينقذها. وبيسالوا على عدد الجنود اللي لسه ما اتصابوش، فبيعرفوا ان اللي اتصاب حوالي 100 جندي بس، وما عادش عندهم غير حوالي 500، بس لازم يسيب عدد احتياطي عشان يحموا المدينه كمان في غيابه. وبيبقى قائد كل كتيبه بيقاتل في ناحيه. بيدخل غنطر وبيعرض عليه المساعده، بيحاول ايك انه يمنعه لكنه بيقول له انه عايز يسد الدين اللي عليه. فبيقول له بس انتوا مالكوش دعوه بالحرب دي. بيقول له طبعا لا، لو انتصر جيش ملك الشياطين هيبني لنا مدينه تلم شملنا، وحتى لو ما عملناش كده كفايه ان احنا اتجمعنا. بيوافق ايك على طول، وبيقرر كمان البشر انهم ينضموا له في الحرب دي عشان يسدوا جزء من الدين اللي عليهم هم كمان. وده بيكون بسبب ان ايك ساعدهم وعلمهم الزراعه وخلاهم قادرين يدفعوا الضرايب اللي عليهم، وكمان جنوده ضحوا بنفسهم في الحرب الاخيره عشان يحموهم، وعشان كده هم عايزين يساعدوه. فبيوافق ايك على طول، وبيقرر انه هيقسمهم لمجموعتين، مجموعه هتروح معاه والتانيه هتفضل هنا. وبيطلب منهم يستسلموا على طول لو تحالف الملوك هجم عليهم مره تانيه، عشان لو عرف انهم كانوا بيتعاونوا مع الشياطين هيعدموهم كلهم. وبياخد جيشه وبينطلق عشان ينقذ سيفيرو، وبيقرر انه هيحط خطه في طريقه. في الناحيه التانيه بتحاول قوات سيفيرو انهم يصدوا هجوم البشر، لكنهم ما بيقدروش. فبتقرر انها تستعمل تعويذه تدمر بيها المدينه كلها، بس وهي في طريقها بيهجم عليها الساحر اللي معاهم، وبيقدر انه يوقعها. بتستخدم تعويذه وبتقيد عدد كبير من الجنود، وبتحاول تهرب مره تانيه وبتطلع لفوق، لكنها بتحس بدوخه غريبه، وبتبدا في القاء التعويذه بتاعتها. لكن قبل ما تخلصها بيهجم عليها رودل بسهم، وبيقدر
انه يوقعها وبيحرق الشخص ده اللي فاضل من الشياطين. بيروح رودل يطمن على سيفيرو اللي بتبقى لسه ما ماتتش لكنه بيكون محتجزها، وبيعرف انها قائده الفيلق السابع لجيش ملك الشياطين، وبتقول له لو كنت قتلتك المره اللي فاتت ما كانش زماني هنا دلوقتي، بس دي غلطتي. بيقول لها مش مشكله، انا سمعت ان النائب بتاعك مقاتل مش عادي واكيد مش هيسيبك محتجزه كده، وانا عندي امر باباده اعضاء الفيلق السابع كله. وبيسيبها بعد كده وبيمشي. بيكون ايك لسه في الطريق وبيقعد يفكر في خطه عشان يهزم بها جيش تحالف الملوك، وبيدي امر لجيرو انه يروح يستكشف الاوضاع هناك، وبيرجع بالاخبار لايك على طول وبيعرفوا ان المدينه كلها متدمره وما عادش فيها اي جدران. ومش كده وبس، ده كمان الرداء بتاع سيفيرو متعلق بره، وده معناها انها ماتت. لكن ايك بيبقى ذكي جدا وبيعرف انها ما ماتتش ولا حاجه، وبيعرف ان قائد المجموعه دي هو رودل، وده شخص ذكي جدا، وبدل ما يقتل سيفيرو لوحدها يستدرج باقي الكتائب ويخلص عليهم كلهم مره واحده. وبيقرر انه هيحط خطه ويبداوا الهجوم قبل الفجر على طول، وبالفعل بيبدا بالهجوم على طول وبيستخدم سحره وبيدمر اجزاء كبيره من المدينه. وبتعرف سيفيرو ان ايك وصل، بيدي رودل الامر بالهجوم عليهم، وبالفعل بتبدا المدافع في اطلاق الهجمات، فبيفعل ايك قوته على طول وبيصد الهجمات دي كلها، وبيبقى كل ده تشتيت انتباه لحد ما يخرج سيفيرو، وبيديهم القائد امر بوقف اطلاق النار، وبيستغرب من طريقه تحركهم عشان هم المفروض جايين ينقذوا سيفيرو، بس بالرغم من كده ما بيتحركوش من مكانهم وبيقدروا انهم يصدوا كل الهجمات. وبيعرف ان ايك هو قائدهم، فبيطلب منهم يشددوا الحراسه على سيفيرو. في الناحيه التانيه بتبقى سيفيرو جوه، وبيبقى الحارس عمال يضايق فيها، بتيجي ليلى من وراه وبتمسكه من دماغه وبترفعه لفوق وبتخلص عليه، وبتقدر انها تفك قيود سيفيرو. وبيقلق ايك لما بيلاقيهم اتاخروا، وبيبدا الهجوم مره تانيه، فبيديهم رودل الامر هو كمان بالهجوم، وبيبقى الكل مرعوب من اللي بيحصل. بتروح سيفيرو وليلى وبيقدروا انهم ينقذوا فورتينا والجنود اللي معاها، وبتعتذر لها عشان ما قدرتش تنقذها، لكن قبل ما تخلص كلامها بتلاقي سهم بيصيبها في ظهرها، وبيكون الساحر ده هو اللي عمل كده، وبيديهم امر انهم يخلصوا عليهم. بس ليلى بتقول له ده عند امك يالا، هنشوف مين اللي هيخلص على مين. وبيلاقي جيرو واقف في ظهره وبيدي الاشاره لايك، وبيظهر بعد كده عدد كبير من الجنود وبيبداوا في اطلاق النار، وبتدخل الشياطين كمان وبيبداوا الهجوم عليهم. بتبقى فورتينا في الوقت ده بتلفظ في انفاسها الاخيره وبتعتذر لسيفيرو عن كل اللي هي عملته، وبعد كده بتفارق الحياه. بتتعصب سيفيرو وبتقوم تهجم عليهم كلهم وبتدمر العصايه اللي في ايده، وبعد كده بتوقعه على الارض وبتستعمل تعويذه وبتخلص عليه، وبتبقى في قمه غضبها. بس ليلى بتوقفها وبتعرفها انها عندها اوامر من ايك عشان تنجز مهمه تانية، وبيعرفهم جيروي كمان ان فورتينا ما ماتتش، وبيبدا الشياطين في تدمير كل الاسلحه، وبيدي جيروي الاشاره لايك عشان يفجروا المدينه كلها، وبالفعل بتبدا الاقسام في نقل المتفجرات وبتساعدهم الشياطين دي، وبيبداوا يدمروا المدينه كلها وبيخلصوا على كل اللي موجود جوه. وبعد كده بتهجم الشياطين والاقزام، فبيعرف رودل ان ده اكيد من تخطيط ايك، وبيدي امر بالانسحاب على طول. وتاني يوم بيعالجوا المصابين وبيتجمعوا في الخيمه، وبتشكروا سيفيرو على انقاذ حياتهم. بس فجاه بيجيله جيرو بيبقى جاي معاه رساله، واللي بتبقى من كتابه رودل، وبيهنئوا فيها على الخطه اللي هو حطها، وبيتمنى انه يواجهه مره تانية. فبيكتب له ايك وبيشكره على الكلام اللي هو قاله، وبيعرفه كمان انه معجب بتحركاته السريعه وانسحابه لما ادرك انه هيخسر المعركه دي. وبيقول له بقى بالنسبه للامنيه التانية فاتمنى ان احنا ما نتقابلش مره تانية عشان المره الجايه اللي هلمحك فيها همرجحك. بس فجاه بيلاقوا صوت جاي من بره، وبتبقى ملكه الشياطين وصلت ومعاها تنين كبير. بيروح لها جيرو وبيقول لها العبي بعيد يا شاطره، ده مش مكان للعب. بس بيروح ايك وبينقذ الموقف على طول، وبيعرفوا ان دي تبقى ملكه الشياطين. فبيفتكر جيرو على طول اللي حصل، وبيعرف ان دي البنت اللي انقذت المدينه، وبيقعد يعتذر لها عن اللي هو قاله. وبتكون جايه عشان تطمن على سيفيرو، وبتشكرها على اللي هي عملته في المعركه، وبتشكر كمان اعضاء الكتيبه السبعه كلها، وبتقرر انها تكافئ ايك، وبتعينه قائد لفيلق الكتيبه الثامنه، وبيبقى الكل فرحان عشانه. ولحد كده بيخلص الانمي بتاعنا. لو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك، وما تنساش كمان تكتب لي رايك في الكومنتات. ودلوقتي اقدر اقول لكم سلام.